طبعا خسارة النهارده يتحملها مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يتحملها اللعيبة ولا يتحملها كولر، لأن ببساطة بقالنا كام سنة يا جماعة عاوزين مهاجم. أنا تقريبا من ساعة ما فلافيو رحل عن النادي الأهلي وعماد متعب اعتزل أنا ما شفتش مهاجم سوبر جه النادي الأهلي. أقسم بالله العظيم أنت لو عندك مهاجم درجة ثالثة النهارده بيعرف يلعب براسه كنت كسبت الفرقة بتاعت فلورينز دي بسهولة كبيرة جدا. كفاية الفرصة السهلة بتاعت كهربا اللي في الشوط الاولاني اللي حطها في نص الجون. انا مش فاهم كوره زي دي ازاي تتحط في نص الجون ده يا راجل. ده انت لو حطيتها نص متر بعيد عن الحارس في اي زاويه خلاص هدف مؤكد. انت بينك وبين الحارس اساسا متر بتحطها في ايد الجون. نفس الكوره بتاعت بيرسي تاو تحس ان هم لعيبه النادي الاهلي متدربين على الكوره دي. نفس الكوره بتاعت بيرسي تاو بعد ما سجلوا الجون نفس الكوره يا راجل الجون فاضي يا راجل. ده الجون واقف في نص الجون بيقول لك اي زاويه جون حطها حتى ان شاء الله بعيده عني 20 سنتي هتدخل جون. عاليه واطيه هتدخل جون في اي زاويه عاليه واطيه ضعيفه قويه هتدخل جون. لكن بيرسي تاو تيبيكال الكوره بتاعت كهربا اللي في الشوط الاولاني. فانا مش فاهم بقى مجلس اداره النادي الاهلي هتجيب امتى مهاجم؟ هنجيب امتى مهاجم سوبر يلعب في النادي الاهلي يليق باسم النادي الاهلي؟ اقسم بالله العظيم لو صلاح محسن النهارده في الفرصتين بتاعت كهربا وبيرسي تاو اقسم بالله كان جابهم سهلين جدا. فرص سهله يا راجل دي فرص ما تتكلمش عليها. زي ما قلت لكم ده لو لعيب درجه ثالثه اقسم بالله هيجيبها سهل جدا لو مهاجم بيلعب براسه كويس. انا بقول لك على حاجه، وليد ازارو انا بالنسبه لي ما بيعرفش يلعب كوره. يعني لعيب كوره على قده جدا، لعيب بيقعد يخبط، لعيب سريع قوي، ولكن اقسم بالله العظيم لو بيلعب النهارده اقسم بالله العظيم هيجيب له جونين على الاقل لو جات له الكوره بتاعت كهربا ولو جات له الكوره بتاعت بيرسي تاو. نخش بقى على كهربا اقسم بالله العظيم تاني مره وهقسم كتير انا بقى في الفيديو دوت من الاستفزاز اللي شفته النهارده. كهربا بعد اول تلت ساعه جاب جاز. اقسم بالله العظيم كهربا ميت النهارده. انا حاسس ان هو مصاب مش قادر يجري يا راجل من التعب، مش قادر يجري، مش قادر يرفع عينيه، مش قادر حتى يبص على اللعيبه. ده في كوره في الشوط الثاني من التعب لعيبه على المغمض كده لحسين الشحات، هو ما تسرعش، هو من كتر التعب اساسا عاوز يخلص من الكوره، مش قادر يمشي بالكوره، قدامه مساحه ومش عارف، مش قادر يمشي بالكوره، خلاص جاب جاز، جاب اخره في الشوط الثاني. هو من اول تلت ساعه الشوط الاولاني باين عليه التعب، باين ان هو مجهد، باين ان هو مش قادر، خلاص جايب اخره. في كوره في الشوط الاولاني سيبك من الفرصه اللي طبعا ضيعها اللي بالراس دي، في كوره في الشوط الاولاني لحسين الشحات عمل له عرضيه دي. اقسم بالله العظيم لو النادي الاهلي معاه مهاجم 50% كان جاب الكوره دي جون، لان كهربا مش مهاجم، كهربا لعيب كويس بيأدي مهام المهاجم ومركز المهاجم بشكل كويس. لكن اقسم بالله العظيم كمان مره لو المهاجم عندنا مهاجم 50% في النادي الاهلي لو موديست في الكرة دي كان جابها جون. ليه؟ لان كهربا رامي نفسه في حضن المدافع. لو اي مهاجم تاني كان هياخد خطوتين لورا هيفتح لنفسه مساحة وهيفتح زاوية تمرير لحسين الشحات وكان طبعا الجون هيبقى فاضي، ولكن كهربا رامي نفسه في حضن المدافع. فكهربا باين جدا عليه التعب، باين جدا عليه الاجهاد، كان في اشاعة ان هو مصاب، باين جدا ان هو مصاب مش قادر يلعب. وطبعا انت ما عندكش مهاجمين على الدكه، فانت اساسا عندك مشكله كارثيه في النادي الاهلي عدم وجود مهاجم. بيرسي تاو ضيع فرصه سهله جدا في الشوط الثاني اللي هي اتكلمنا عليها. الكره اللي بقى سهله برضك اللي اللاعب اللي عنده 40 سنه اللي اسمه فليبو دوت عيب عليك قوي يا بيرسي تاو، يعني عيب عليك الكره يبقى في المساحه دي ولاعب عنده 40 سنه مش قادر يمشي يخطفها منك. كوره الكونتر اتاك اللي عمله النادي الاهلي في الشوط الاولاني بتاع حسين الشحات وبتاع بيرسي تاو اقسم بالله العظيم لا الكره دي لازم تدخل جون. الكره دي عيب قوي على بيرسي تاو، لازم يفنشها كويس جدا، ولكن هو بطأ فيها جدا وخلى بقى واحد زي فليبو دوت عنده 40 سنه مدافع تعبان يعمل عليك شو، عمل عليك تاكلينج بقى وفشخ نفسه بقى وعرض نفسه
كانه ايه مدافع سوبر وهو مدافع تعبان بسبب البطء بتاع بيرسي تاو. فالنادي الاهلي كان كويس جدا في الشوط الاولاني، كان مسيطر ومستحوذ على اغلب فترات الشوط الاولاني. هم بقى كانوا بيلعبوا بذكاء، عارفين ان هم معدل اعمارهم كبير في السن، واقفين مستنيينك يا معلم، بيلعبوا باقل مجهود، بيلعبوا حتى ما بيفكروش ان هم يلعبوا على الكونتر اتاك، لان هم ما عندهمش لعيبه تقدر تلعب على الكونتر اتاك، لعيبه بطيئه جدا في التحولات الهجوميه. اقسم بالله فرقه على قدها جدا. النادي الاهلي كان سهل جدا النهارده يفوز ويوصل النهائي. انا بالنسبه لي دي اسهل مباراه ممكن كانت يقابلها النادي الاهلي عشان يوصل النهائي. فرقه على قدها، فرقه عندها لعيبه امكانياتها كبيره، ولكن لعيبه كبيره في السن، لعيبه بطاء جدا في التحولات الهجوميه، مش قادرين حتى في الشوط الاولاني يعملوا عليك اي كونتر اتاك، بيستغلوا بس الكرات الثابته وبيستغلوا بس التسديد على المرمى. غير كده في الشوط الاولاني هم ابيض. في الشوط الثاني بقى بعد انت ما سهلت لهم المباراه، في الشوط الثاني ضغطوا عليك اكتر بقى. في اول ربع ساعه حاولوا ان هم يضغطوا عليك بشكل كبير، حاولوا ان هم يخشوا في المباراه، حاولوا ان هم بقى يضغطوك، لعبوا بخبرات كبيره جدا في الشوط الثاني. وطبعا انت اللي سهلت لهم المباراه، لان انت اللي ضيعت عليك المباراه في الشوط الاولاني بسبب تضييع كميه الفرص السهله اللي ضيعها ان لعيبه النادي الاهلي. في الشوط الثاني بقى وقعت بدنيا كالعاده، يعني كهربا جاب اخره، وقع مش شايف مش قادر. وزي ما قلت لكم الكوره بتاعت حسين الشحات دي اكبر دليل ان هو حتى مش قادر يرفع عينيه، يعني من كتر التعب والاجهاد مش قادر يرفع عينيه. ده مش تسرع، ده هو عاوز يخلص من الكوره، مش قادر يمشي بالكوره. حتى ممكن يكون حسين الشحات ما نداش عليه، ولكن هو حافظ كده ان حسين الشحات ناحيه الشمال العبها له على طول. ده تعب اجهاد. كهربا وقع منك بدني، تقريبا معظم لعيبه النادي الاهلي وقعت منك بدني، لان طبعا عملت مباراه كبيره جدا قدام اتحاد جده، ولغايه اخر دقيقه، لغايه الدقيقه 90 بتجري بتلتحم بتشترك مع لعيبه اتحاد جده. النهارده وقعت بدني بشكل كبير. في الشوط الثاني امام عاشور وقع بدني، بيرسي تاو وقع بدني، مع ان كولر في الشوط الاولاني كان مأمنه، كان حميه، كان بيلعب باكرم توفيق ومحمد هاني الاثنين باكات رايت، لان مش عاوز بيرسي تاو يرجع كتير، مش عاوز بيرسي تاو يبذل مجهود كتير. ولكن بيرسي تاو بردك في الشوط الثاني وقع بدني. لعيبه النادي الاهلي بقى بعد ضربه الجزاء اللي عملها بيرسي تاو بسذاجه الحقيقه، يعني انا مش فاهم اللي بيرسي تاو ليه اندفع كده. وطبعا مارسيلو نجح ان هو ياخد منه ضربه جزاء بذكاء كبير جدا، بخبرات كبيره جدا، عدى منه وحط جسمه قبليه وحط رجله قبليه ولبسه ضربه جزاء. ضربه جزاء ريحت بقى فريق فلومينسي دوت، وخلته يلعب بالخبرات بتاعته بقى، يلعب على الواقف، يتمركز بقى في نص ملعبه في ال18 ويلعب على الواقف ويلعب الكوره بقى السهله بتاعتهم اللي على ارض. انت طبعا عاوز ترجع في المباراه. دلوقتي بقى التغييرات بتاعتك، التغييرات اللي كانت في الدقيقه 75، التغييرات بقى اللي رجعت النادي الاهلي لورا، لان انت اساسا على الدكه ما عندكش حلول. يعني انت كل اللعيبه، افضل لعيبه عندك في النادي الاهلي هي بتلعب في قلب الملعب، ال11 هم افضل 11 اللي بدا بيهم كولر المباراه. عاوز تغير بقى، عاوز تطور، عاوز ترجع في المباراه بهدف التعادل بعد ما اتاخرت 1-0، يروح منزل مين؟ طاهر محمد طاهر، ينزل لك كريم فؤاد. 2 لعيبه بيجروا، 2 لعيبه جريين، 2 لعيبه بيقعدوا يلطشوا في الملعب، جري وسرعه والتحامات. لكن لعب كوره، لعب بخبرات، تقدر ان انت تضيف بيهم، تقدر ان انت تطور بيهم الاداء. حد فيهم ممكن يسجل لك جون يرجعك في المباراه، او يعمل لك نشاط، او يعمل لك حيويه زي بيرسي تاو وحسين الشحات. لا، الاثنين لعيبه بينزلوا الملعب جري وبس، التحامات وبس، سرعات وجري ودب وخلاص. لكن كرة ما عندهمش. طبعا قفشه، عم قفشه دوت بتنزله اساسا لما تبقى كسبان وفايق 2-0 وعاوز بقى تهدي الريتم، عاوز تمسك كرة في نص الملعب، عاوز تبطئ الريتم، وعاوز تقتل المباراه على الفرقه المنافسه وتعمل نسبه استحواذ. فطبعا قفشه الله يبارك له، يعني قفشه نزل في التوقيت دوت ساعد فرقه فلومينسي بشكل كبير جدا، لان هو بطيء جدا، بيمسك الكره كتير جدا، بيستلم ويسلم كتير جدا بدون اي فاعليه على المرمى وبدون اي خطوره على المرمى، فهو ساعدهم اساسا بالبطء بتاعه. فانت النادي الاهلي ما عندوش بدايل، النادي الاهلي عنده افضل 11 لاعب هو اللي بيلعبوا كل مباراه وبينزلهم كولر. يجي لعيب بقى عاوز تطور بالاداء، ما عندكش مهاجم يلعب مكان كهربا. اقسم بالله العظيم
انا لو مكان كولر وعندي مهاجم قاعد على الدكه اقدر اعتمد عليه، اقسم بالله العظيم لا طلع كهربا من اول نص ساعه، لانه مش قادر. باين ان هو مسقط النهارده، باين ان هو حتى مش قادر ان هو يركز من كتر التعب ومن كتر الاجهاد اللي ظهر عليه. فالنهارده اللي يشيل المباراه واللي يشيل الخساره هو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بقالنا سنين طويله بنتحايل عليه عشان يجيب مهاجم سوبر للنادي الاهلي، وفي الاخر راح يجيب عم موديست. اني مش فاهم مين اللي جابه ومين اللي اتفرج عليه ومين اللي اقتنع بيه ومين اللي قال دوت يجي النادي الاهلي. راح ترجع صلاح محسن من الاعاره، وانت عارف ان صلاح محسن مش شخصيه النادي الاهلي، لعيب ما يقدرش يشيل فلنه النادي الاهلي، بقاله 5 سنين موجود في النادي الاهلي، يجي اعاره ويطلع، يجي اعاره ويطلع. وانا ما لومش كولر بقى بردك على صلاح محسن، الوم لجنه التخطيط. يعني كولر لما يقول لك ان صلاح محسن دوت لعيب كويس ممكن يرجع النادي الاهلي، تقول له انت كلجنه تخطيط لا، ده لعيب مش شخصيه النادي الاهلي، ده لعيب ما يقدرش يشيل فلنه النادي الاهلي، ده لعيب ممكن يتالق ويكسر الدنيا في اي حته غير النادي الاهلي. فلازم تقف في وش الكولر وتقول له لا، ده ما يرجعش النادي الاهلي، لازم تجيب مهاجم افضل منه، مهاجم عنده شخصيه يقدر يشيل فلنه النادي الاهلي ويقدر يتحمل طبعا ضغط جماهير النادي الاهلي. فصلاح محسن ما تشيلهوش لكولر، تشيله للجنه التخطيط. رحت مشيت محمد شريف وهو افضل الموجودين. يعني لما تقول لي مين افضل مهاجم في مصر؟ محمد شريف. يعني في مهاجم افضل من محمد شريف في مصر؟ لا، محمد شريف افضل مهاجم في مصر في مكانه. فانت تسيبه بالسهوله دي وتبيعه بالسهوله دي لنادي الخليج وانت عندك مشكله في المهاجم؟ فانا مش فاهمها دي. ازاي يعني؟ ازاي تمشي محمد شريف وافضل؟ خليه يا عم اسوأ الوحشين، خليه يا عم افضل الوحشين، بس هو مهاجم كويس تقدر تعتمد عليه، تقدر حتى تخليه بديل لكهربا. يا سيدي بلاش تلعبه اساسي، خليك بديل لكهربا، تريح كهربا بقى المجهد والتعبان النهارده وتبدا بمحمد شريف. احتجت كهربا في الشوط الثاني تطور بيه الاداء الهجومي والعمق الهجومي، تنزل كهربا. لكن انت النهارده محتاج مهاجم، مش لاقي مهاجم تنزله، لان عندك مشكله كبيره جدا وعندك كارثه اسمها دكه النادي الاهلي. ما عندكش لعيبه تضيف للنادي الاهلي في الخط الامامي، عندك لعيبه تضيف للنادي الاهلي في نص الملعب، لكن ما عندكش لعيبه تضيف للنادي الاهلي في الخط الامامي، لا اجنحه ولا مهاجم. ودي الكارثه اللي واجهها النادي الاهلي النهارده، لما اتاخر في النتيجه واللعيبه تعبت ووقعت بدنيا والاطراف تعبت، سواء حسين الشحات ولا بيرسي تاو ولا كهربا. ما عندكش لعيبه النهارده تقدر ان هي تطور الاداء وتبقى بديله للعيبه دي وتعمل لك اضافه في الشوط الثاني ترجعك في المباراه. فالنادي الاهلي النهارده خسر بسبب عدم وجود دكه، بسبب عدم وجود مهاجم. واللي يشيل الليله دي كلها مجلس اداره النادي الاهلي. واول حاجه لازم يعملها مجلس اداره النادي الاهلي قبل ما يفكر في اي حاجه، قبل ما يرجع اساسا من السعوديه، ان هو يدور على المهاجم، ان هو يكلف امير توفيق دلوقتي دور لي على مهاجم سوبر، هات لي كل السي في بتاع المهاجمين السوبر سواء في افريقيا ولا حتى في اوروبا باي سعر باي ثمن، لان مش هينفع النادي الاهلي يقعد تاني موسم ما عندوش مهاجم ويعتمد على كهربا بس، وينزل لي صلاح محسن ولا ينزل لي موديست. يعني كهربا اللي هو مش مهاجم اساسا هو اللي بيلعب، مش مركزه، مش بتاعته، مش حتته، بيأدي فيها لكن مش بتاعته، مش حتته. هتنزل مين بقى؟ موديست ولا هتنزل صلاح محسن لو احتاجته بقى في مباراه اللي جايه في دوري ابطال افريقيا مثلا، في مباراه تقيله اتاخرت فيها في النتيجه وكهربا بيقع بدني منك في الشوط الثاني، هتنزل موديست ولا هتنزل صلاح محسن؟ فالنادي الاهلي لازما يجيب مهاجم قبل ما يفكر في المركز الثالث ولا الرابع، قبل ما يفكر هيلاعب مين، قبل ما يطلع من السعوديه. كابتن محمود الخطيب من فضلك عايزين مهاجم، مش هينفع كده. النادي الاهلي مش هيستنى تاني ان النادي الاهلي ما يبقاش فيه مهاجم سوبر الفتره اللي جايه، مش هنكمل نص الموسم الثاني بغير مهاجم سوبر. من فضلك هات لنا مهاجم سوبر يشيل النادي الاهلي ويضيف للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه باذن الله تعالى. فطبعا النادي الاهلي ضيع النهارده فرصه اقسم بالله العظيم ما هتتكرر تاني، ان انت توصل نهائي. خلاص دي اخر نسخه من البطوله، بعد كده هتبقى 32 فرقه، بعد كده العمليه هتبقى صعبه جدا. فطبعا خلاص ضيعت منك فرصه من ذهب ان انت توصل نهائي، ما كانش عندك فرصه اسهل من كده قدام فرقه زي دي
ان انت توصل نهائي. فرقه كانت في المتناول، فرقه كانت لو كنت خلصت في الشوط الاولاني كنت ريحت نفسك بشكل كبير في الشوط الثاني، وتعبتهم بقى وهم فتحوا الجيم وهم بقى زادوا، وانت لعبت عليهم بالمرتدات وزودت النتيجه. لكن انت سهلت لهم المباراه، تضييع الفرص في الشوط الاولاني، وطبعا في الشوط الثاني استغلوا هم بقى وطولوا المباراه عليك لغايه ما جابوا الهدف وبداوا بقى يلعبوك كوره. وقفوا بقى لعبوا بالخبرات وبداوا يلعبوك كوره بقى، وانت اللي اندفعت وانت بقى اللي فقدت نص الملعب وانت اللي اجهدت بشكل كبير جدا بسبب طبعا مباراه الاتحاد وبسبب المجهود اللي عملته النهارده في الشوط الاولاني. فطبعا هم بقى نزلوا لعيبه فريش، لعبوا عليك كونتر اتاك، جابوا الهدف الثاني، قتلوا المباراه خلاص. وانت حتى اقسم بالله العظيم بيطار محمد طاهر وكريم فؤاد وحسين الشحات خلاص تعب، وقفشه اللي نزلته في نص الملعب اقسم بالله العظيم لو قعدت 3 ايام هتجيب جون باللعيبه دي قصاد الفرقه دي. لان لعيبه على قدها، لعيبه بتقعد تلطش وهم قدام لعيبه بتلعب كوره. فطبعا لعيبه عشوائيه قدام لعيبه بتلعب كوره، لو قعدت 3 ايام هتجيب جون. فطبعا هارد لك للنادي الاهلي صحيح، بس مباراه النهارده يشيلها زي ما قلنا كابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره، لا كولر ولا اللعيبه. اللعيبه مش قادره، اللعيبه تعبانه، كهربا تعبان النهارده، كهربا بيلعب في مركز مش مكانه. فطبعا هارد لك للنادي الاهلي، اتمنى بقى ان هو يركز على الاقل نخرج من البطوله دي بمركز ثالث، وبعد كده نفكر بقى في موضوع المهاجم ومين هيبقى مهاجم النادي الاهلي الفتره اللي جايه. وان شاء الله يا رب نجيب مهاجم سوبر بقى، ما نجيبش مهاجم شبه مودست كده اللي مش فاهم لغايه دلوقتي ده مين اللي جابه. جماهير النادي الاهلي هتتجنن من اللاعب دوت، مين اللي جابه، مين اللي وافق عليه، مين اللي شافه. فاتمنى بقى خلاص كابتن محمود الخطيب مجلس اداره يشوفوا مهاجم سوبر للنادي الاهلي تاني، مهاجم سوبر للنادي الاهلي في يناير، يريح النادي الاهلي، يسجل من نص فرصه، يخلص لك مباراه صعبه ومباراه سهله. لكن النادي الاهلي في المباريات السهله والمباريات الصعبه بيبقى عنده مشكله التسجيل. في الفرقه اللي هي ما عندهاش بربع جنيه كوره، الفرقه العشوائيه بردك الفوز بيتاخر لاخر الشوط الثاني بسبب عدم استغلال الفرص وتضييع الفرص الكتير. فان شاء الله بقى بعد البطوله اتمنى بقى يا رب النادي الاهلي يجيب مهاجم في السوبر في يناير يريح جماهير النادي الاهلي باذن الله تعالى. هارد لك النادي الاهلي النهارده ضيع فرصه سهله جدا ان هو يوصل النهائي قدام فرقه سهله في المتناول، فرقه مش تقيله. الفرقه دي هتلاعب مانشستر سيتي وهتشوفوا هيكسبوا 4-5 مرتاح. ولكن النادي الاهلي النهارده ضيع على نفسه فرصه كبيره جدا ان هو يوصل النهائي في اخر نسخه من كاس العالم للانديه، لان النسخه اللي جايه زي ما قلنا 32 فرقه والعمليه هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي ان هو يوصل حتى في دور ال16 ولا دور الثمانيه. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المركز الثالث والرابع. طبعا هيلاعب الفريق الياباني اكيد بنسبه 90%. اتمنى يا رب ان هو يحقق خلاص بقى برونزيه كاس العالم للانديه ونركز على البرونزيه، خلاص ننسى المباراه دي، ننسى كل اللي حصل فيها، وان شاء الله نركز في المباراه اللي جايه باذن الله تعالى، وان شاء الله خير يا رب ونرجع بالبرونزيه كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.